بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. فيديو النهارده حلو أوي بقى وهيعجبكم إن شاء الله. لو أنتِ نِفْسِك تربّي أي طيور، أي فراخ زي ما قريتِ كده بالضبط في العنوان، عايزة تربّي فراخ بلدي، فراخ ساسو، فراخ بيضا، أي نوع من أنواع الطيور، ولو حتى كمان بَط وما عندكيش مكان، تعالي بقى وأنا هاقول لِك على الحل. في أي مكان، سواء في البلكونة أو سواء في المطبخ، لو أي مكان كده صغير جدًا، هاقول لِك تعملي إيه بالضبط، وتعملي عِشّة كده صغيرة وتربّي فيها كل اللي أنتِ نِفْسِك فيه. بس وهاورّيكِ كمان عِشّتي وهاقول لِك أنا مربياها فين وباعمل فيها إيه وبتتنضّف إزاي، مقاساتها إيه، اتعملت إزاي وبكام، وكل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو ده، كمّلي بس معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما ندخل على الفيديو، الحقيقة أنا حابة أقول لكم بس على حاجة. طبعًا متابعيني عارفينّي أنا قناة الحياة أحلى مع سمسمة. أنا الحقيقة القناة الكبيرة الأساسية بتاعتي أنا خلاص بِعتها، يعني لظروفٍ ما، والحقيقة أنا ما لحقتش. أنا كان نِفْسي يعني أودّعكم في القناة وأعمل فيديو أعرّفكم إن أنا عملت قناة جديدة، دي القناة بتاعتي الجديدة، هي بنفس الاسم وبنفس اللوجو، اسمها برضه قناة الحياة أحلى مع سمسمة. عشان أنا مستنية حبايبي ومتابعيني، ثقتي في ربنا كبيرة ثم ثقتي فيكم، إن أنتم أكيد برضه هتقفوا جنبي ومعايا، وزي ما كبّرنا مع بعض القناة اللي فاتت، أكيد برضه هنكبّر مع بعض القناة دي. فأنا مستنياكم تكونوا موجودين معايا، إخواتي وحبايبي ومتابعيني. بس هو ده بس كنت حابة يعني أقول لكم إن أنا عملت قناة جديدة، وإن هي القناة اللي أنتم بتشوفوا فيها الفيديوهات دي، أو الفيديو ده دلوقتي، هي دي هتبقى القناة الأساسية بتاعتي، وإن شاء الله بإذن الله هتكبر بيكم. تعالوا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا. بُصّوا بقى، الناس اللي حابة إنها تربي فراخ زي ما أنتم شايفين كده، أنا مربية هنا في مكان صغير جدًا. أنا عندي مكان تاني غير ده، بس أنا حبيت أصور لكم الحقيقة العِشّة دي أنا عاملاها في البيت من غير نجار ولا أي حاجة خالص، زوجي يعني ربنا يبارك فيه عملها. لو أنتم حابين إن أنتم تعملوها في البيت مش هتكلفكم حاجة، حابين نجار برضه هي كده مش هتكلف أي حاجة خالص. أنا عايزة أقول لكم دي معمولة بعروق خشب، يعني آمم، زي ما أنتم شايفين كده عروق كده خشب ومشدود عليها السلك ده اللي هو السلك البلاستيك بتاع البطاريات، ده الأساسي اللي بيتعمل بيه البطاريات، علشان ما يكونش حامي على الفراخ. عملنا بيه الأرضية، شدّينا برضه الباب، يعني هي 4 جوانب خشب. وعايزة أقول لكم كمان إن دي فَك وتركيب. يعني إيه؟ يعني كل الخشب ده متشبِّك مع بعضه بمسامير بورمة. المسامير دي بتتلَف، والمسامير دي ممكن تتفك تاني زي ما أنتم شايفين كده كلّها مسامير، يعني المسامير تتفك هتلاقوا كل ده كده اتفك معاكم، تمام؟ فزي ما أنتم شايفين أدي الباب برضه إحنا عاملينه بمفصّلات علشان خاطر يكون سهل يعني في الفتح وفي القفل. آمم كمان الجوانب بتاعتها كلّها بما فيها كمان السقف والأرضية، وخدوا بالكم من موضوع الأرضية ده. بُصّوا كده أنا عايزة أوريكم كده كل التفاصيل. بُصّوا الأرضية هي عبارة عن زي ما قُلت لكم كده 4 جوانب خشب في كل جنب، عاملين عروق خشب وشادين عليه السلك. سهلة جدًا، جدًا، جدًا وبسيطة، لا هتاخد مجهود ولا هتاخد وقت ولا كمان هتكلّفكم أي حاجة. الخشب ده هو الحقيقة كان موجود عندنا، إنّما أنتم لو رُحتوا للنجّار، لو أنتم مش موجود عندكم أي بواقي خشب، لو رُحتوا للنجّار عايزة بس تقولوا له يعني التفاصيل كده زي ما أنا وريتها لكم كده بالضبط في الفيديو، عروق خشب وتتشد عليها السلك بتاع البطاريات، السلك البلاستيك بتاع البطارية، زي ما أنتم شايفين أهو. السلك بقى أنا كمان حبّيت إن الأرضية تكون سلك، ما تكونش إن هي تكون خشب، علشان طبعًا ما نحتاجش إن الخشب بقى بيحتاج نضافة. أنا كنت عاملة قبلها واحدة أرضيتها خشب، وكنت باضطر إن أنا أحُط عليها نشارة وأنضّف. دلوقتي ما فيش فيها أي تنضيف خالص. كل الفضلات بتاعتهم بتنزل تحت. طبعًا إحنا عاملين لها رجل يعني تبقى عالية شوية بحيث إن إحنا نعرف ننضّف تحتها. يا تحطّوا تحتها درج بلاستيك، أنا بافرش مشمّع وباسحبه أنضّفه وأرجّعه تاني، أو ترموه لو أنتم مش حابينه وتحطّوا مشمّع بداله. حابين تحطّوا لو عرفتوا إن أنتم تشتروا الدرج اللي هو البلاستيك بتاع البطاريات وتحطّوه تحتها، ماشي برضه، ده هيبقى سهل جدًا وما فيش فيه أي تعب نهائي خالص بالتنضيف. لا هتبقى في ريحة، خدوا بالكم خالص ليه؟ لإنه طبعًا الأرضية زي ما أنتم شايفين كده هي عبارة عن سلك، فكل البراز بتاعهم بينزل تحت والفضلات بتاعتهم بتنزل تحت في المشمّع، وأنتِ على طول بتبقى في نضافة، فما بيبقاش في أي ريحة. تاني حاجة مش هيبقى في أي أمراض، ليه برضه؟ ما فيش بقى كوكسيديا وكوليستيريديا والحاجات دي، لإن هم مش قاعدين في فضلات. خلاص. زي ما أنتم شايفين كده هي المساحة عندي دي كده كانت يعني مساحة كده بسيطة في المطبخ. أنا عايزة أقول لكم كمان إن العِشّة اللي أنا عاملاها دي
حاطاها تحت الحوض عشان الناس بس اللي بتسأل أو مش لاقية مكان، والله لو مكان بسيط قفّلتيه خشب زي ما أنتِ شايفة كده، شدّيتِ عليه سلك تبقى الأرضية وكُلّه كده مشدود فيه سلك وهي عبارة عن عروق خشب، الدنيا هتبقى سهلة جدًا، جدًا، جدًا. آآ كمان بالنسبة للسقف برضه إحنا عاملينه نفس الحكاية، إحنا برضه عاملينه سلك وأنا مسقّطة لهم فيه لمبة. بالنسبة بقى للأكل وبالنسبة للمَيّة، العلّافة أنا عاملاها علّافة خارجية زي ما أنتم شايفين كده، برضه دي بخشب متقفّلة كده 4 جوانب بخشب ومعلّقينها كده في الباب، خلاص وباحط لهم فيها السلك بتاع الباب مش مشدود للآخر، علشان يكون في فتحة من تحت يعرفوا يخرّجوا دماغهم وياكلوا من العلف أو الحاجة أو الأكل بتاعهم اللي أنا حاطّاها لهم في العلف. بالنسبة للمَيّة، إحنا عاملين هنا نظام المَيّة اللي هو الأوتوماتيك زي البطارية بالضبط، لو مش حابين أو مش هتعرفوا تعملوها أو لو عايزين إن أنتم تعرفوا تتعمل إزاي، برضه اكتبوا لي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله أبقى أعمل لكم فيديو تفصيلي برضه عن المَيّة الأوتوماتيك، لكن أنتم ممكن تحطّوا أي سقاية مش مَيّة بقى كده في أي حاجة، لأ خلّينا في سقاية علشان المَيّة ما تتدلقش وما يغرقوش نفسهم، خلاص؟ زي ما أنتم شايفين كده هي مساحتها يعني مش كبيرة ولا أي حاجة خالص، هي عبارة عن أنا عايزة أقول لكم بالضبط المساحة بُصّوا هي الارتفاع حوالي 70 ال هي بقى نفسها تقريبًا 75 في 85 سنتي، يعني 75 سنتي في 85 سنتي. أنا هنا حاطة فيها الفراخ البلدي دي أو الفراخ الفيومي، الفراخ الفيومي دي تقريبًا أنا حاطة فيها تقريبًا دول 6 هُم الحقيقة أنا كنت جايبة 10 بس دبحت منّهم، لإن لقيتها إن هُم مش هتساع ال10 بصراحة. آآ دبحت منّهم شوية وسايبة فيهم بقى الإيه، ال6 دول، وبرضه إحنا هنبقى نتكلّم بقى مع بعض عن تربية الفراخ البريوني والأبيض والساسو، وهابقى أوريكم برضه البطارية التانية اللي عندي، لإن أنا عندي بطارية بقى دورين في مكان تاني، هابقى إن شاء الله أصورها لكم برضه أعمل لكم review عنها بالتفصيل. لكن أنا حبّيت أعمل تصوير للعِشّة دي بالذات، لإن ناس كتيرة بتبقى نِفْسها إن هي تربّي طيور في البيت بس ما عندهاش مكان، ومش عارفة تعمل إيه. عارفة دي لو في بلكونة حتى لو البلكونة صغيرة جدًا، زي ما أنتم شايفين كده المكان ده تحت الحوض. يعني ما فيش مش واخد منّي مساحة خالص يعني، أو جنب الحوض بصراحة، هو جنب الحوض. آمم، فمش واخد مساحة، هي بالضبط على قد المكان تقدري تفصّلي العِشّة زي ما أنتِ حابة على حسب المكان الموجود عندِك. بُصّوا زي ما أنا قُلت لكم كده العلّافة أهي من برّه علشان برضه ما تاخدش معايا مساحة لجوّه، متثبّتة بس بمسامير في الباب، الباب بمفصّلات عشان يعرف يفتح ويقفل معايا. جميلة جدًا، ليها رجلين من تحت الأرضية بتاعتها سلك كده زي ما قُلت لكم، هي كلّها كده سلك ومركّبة فيها لمبة وطبعًا دي أهم حاجة. أنا عايزة أقول لكم طبعًا بما إنها هي كلّها سلك بس هي موجودة معايا يعني في المطبخ والدنيا بتبقى دافية شوية، لكن أنا برضه باغطّيهم بالليل بأي بقى ملاية، أي بطانية عندِك، أي حاجة خاصةً لمّا يكونوا في العمر الصغير، هنبتدي إيه، نغطّيهم بس عشان خاطر يعني الهوا أو السقعة بالليل. أنا طبعًا بالنسبة للفراخ الفيومي دي باقفل عليها النور بقى بالليل وباغطّيها عشان خاطر السقعة. أنا كده دي الفراخ الفيومي عشان طبعًا هُم دلوقتي عمرهم كبروا، فأنا باشغّل لهم لمبة بيضا مش باحُط لمبة صفرا، لكن وهُم صغيرين أنا كنت حاطة لهم لمبة صفرا. والسقاية زي ما أنا قُلت لكم كده المَيّة أوتوماتيك، لو حابين إنكم تعرفوا تفاصيل عن المَيّة الأوتوماتيك دي ابعتوا لي بس في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد عليكم. أتمنى إن الموضوع يكون واضح كده بالنسبة لكم ويكون سهل، وأنا باشجّع كده أي حد يالّا هاتوا وربّوا في البيت، طول ما أنتم بتربّوا في البيت في خير في البيت. الفراخ اللي قدّامكم دي أنا هاسيبها إن شاء الله لحد لمّا تبيض، هي كده عمرها عدّى الشهرين، يعني داخلة كده يعني ماشية في 3 شهور بس يعني الحقيقة أنا مش حاسبة دلوقتي بالضبط يعني عمرها قد إيه، بس هي عدّت الشهرين. يالّا بقى اتشجّعي واعملي كده عِشّة صغيّرة كده زي بتاعتي، مش هتاخد منِّك تكلفة خالص، عروق الخشب حاجة بسيطة أوي، والسلك كمان سعره مش غالي، بس الحقيقة أنا مش فاكرة سعر السلك لإن يعني زوجي اللي كان جايبه، بس أنا يعني هابقى أعرف لكم بالضبط سعر السلك كام، لو حابين أي تفصيلة تانية أو أي حاجة، النضافة زي ما قُلتها لكم برضه كده سهلة جدًا، جدًا في التنضيف، ما فيش ريحة، ما فيش أي حاجة خالص، يعني مكان كده بسيط، أي سؤال ابعتوه في التعليقات إن شاء الله، إن شاء الله أنا بارُد على كل الناس إن شاء الله قدر المستطاع. مش عايزة أطوّل عليكم الفيديو عشان في ناس بتتضايق من الكلام الكتير، في ناس بتتضايق من الفيديوهات الطويلة أوي، بس أنا حبّيت أشجّع كل الناس، أنتم عارفين دلوقتي الظروف بتاعة كل الناس، فأنتِ لمّا تربّي كده حاجة في البيت كده على إيديكِ، وخاصةً بقى كمان لو ربّيتِ الأبيض شغّال في يعني تتربّى فيها أبيض، يتربّى فيها ساسو، يتربّى فيها بلدي، أي حاجة مش هتقول لأ يعني. خلاص اعملوا كده يالّا واتشجّعوا وهاتوا عروق خشب وسلك شدّوا عليه واعملوا كده عِشّة كده صغيّرة وربّوا فيها كل الطيور اللي أنتم نِفْسكم فيها، أي مكان في المطبخ صغيّر، أي رُكن في البلكونة، ما فيش مساحة، أنا باقول لكم 75 في 85 وما شاء الله أهي
حلوة أهي وجميلة. خلاص، أي سؤال بقى ابعتوا لي في التعليقات، مش هاطوّل عليكم الفيديو. أتمنى بس النهارده أكون كنت خفيفة عليكم، وأتمنى إن أنتم تنوّروني لو أنتم بتشوفوا الفيديو عندي لأول مرّة. أتمنى إن أنتم تنوّروني في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل، علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. استنونا الفيديوهات اللي جاية أحلى وأحلى كمان من الفيديو ده. أشوفكم على خير يا حبايبي، سلام عليكم.